يزودنا بآخر التطورات عن أوضاع الشيخ مسكين. أخي أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكم ولكل السادة المشاهدين لقناة الجيش السوري الحر. حياك الله أخي أحمد. إذن أخي أحمد، الحرب الإعلامية لا تقل ضراوة وشراسة ولها تأثير واقع الأثر على معنويات وفصائل الجيش الحر وأفراد الجيش الحر في المعارك الدائرة. وعصابات الأسد ووسائل الإعلام الموالية لها منذ مساء أمس روجت بسقوط مدينة الشيخ مسكين بشكل كامل. ما هي المعلومات المتوفرة لديك؟ هل سقطت المدينة أم لا؟ نعم، للتوضيح أن مدينة الشيخ مسكين الآن تشهد غزوات من الطيران السوخوي الروسي بشن عشرات غارات جوية على المدينة. هذه الغارات استهدفت وسط وأطراف المدينة. عندما نقول أنها استهدفت وسط وأطراف المدينة يعني أن قوات النظام لم تفرض سيطرتها بشكل كامل على مدينة الشيخ مسكين. هناك عمليات عسكرية ما تزال مستمرة، اشتباكات ما تزال مستمرة على الأطراف الجنوبية والأطراف الجنوبية الغربية من مدينة الشيخ مسكين. أكد المجلس العسكري في المدينة وغرف العمليات في المدينة أن مدينة الشيخ مسكين لم تسقط بعد، وأن بعض الجيوب لقوات النظام التي تقدمت تم السيطرة عليها وعادت السيطرة عليها. نعم، قوات النظام تقدمت في مدينة الشيخ مسكين ولكنها لم تفرض سيطرتها بشكل كامل على المدينة. نحن نرجو من الجميع توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن النشر واللصق في هذه الأثناء. الحرب الإعلامية القائمة الآن تؤكد بأن قوات النظام تسيطر، ولكن نحن ننفي ذلك جملة وتفصيلا. المعارك ما تزال مستمرة، الطيران الروسي ما زال يشن، الغارات الجوية المدفعية ما تزال تقصف مدينة الشيخ مسكين. 3 غارات على بلدة الطع القريبة. الجيش الحر يستهدف قبل قليل مقرات وتجمعات قوات النظام وشركائها بمحيط مدينة إزرع والفوج 175 واللواء 12، واستهدف الشبيحة وقوات النظام ببلدة قرفة. وأصوات الإغاثة من هناك تسمع عبر اللاسلكيات لوجود إصابات بين هذه الصفوف. مدينة الشيخ مسكين باقية. نعم أخي أحمد، طبعا قائد غرفة العمليات في مدينة الشيخ مسكين نفى سقوط المدينة وأكد بأن فصائل الجيش الحر ما تزال تقاتل ضمن الإمكانيات المتوفرة، وفي نفس الوقت وجه نداء لفصائل وكتائب الجيش الحر في حوران للمساندة. هل وصلت تعزيزات إضافية إلى المدينة؟ نعم، هناك وصلت تعزيزات إلى المدينة، وقبل قليل وردتنا أنباء عن وصول الانغماسيين إلى المدينة، وسيكون هناك مفاجآت في مدينة الشيخ مسكين. أكدت غرف العمليات والمجلس العسكري في مدينة الشيخ مسكين أن المعركة ما تزال مستمرة وهي بين كر وفر. قوات النظام استغلت الطيران الروسي الكثيف والغارات الكثيفة والقصف المدفعي كالسد الجارف والأرض المحروقة التي تتبعها بالتقدم بقواتها إلى عدة محاور في المدينة. يوم أمس كان هناك من 6 محاور الهجوم على مدينة الشيخ مسكين، وتقدمت قوات النظام في بعض المحاور، ولكن بعض المحاور الأخرى ما يزال الجيش الحر صامد. هناك تلبية للفزعات، هناك وصول لعدد من الجيش الحر إلى مدينة بصرة إلى مدينة الشيخ مسكين. شكرا جزيلا لك أخي أحمد.